اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هنشرح مع بعض خدعه سحريه سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه والخدع السحريه بالكوتشينه. لو انت اول مره تتفرج عليا او مهتم بمجال الخدع السحريه والعاب الخفه بالكوتشينه، يا ريت تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس. كمان ما تنساش تعملي لايك على الفيديو وتكتب لي رايك في الكومنتات وتطلب مني خدع معينه انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جايه. من غير كلام كتير خلينا نشوف الخدعه بتاعت النهارده مع بعض. طيب الخدعة بتاعت النهاردة هي خدعة سهلة جدا وبسيطة جدا وممكن أي شخص يعملها بسهولة. احنا هنفرد الكوتشينة كده بالطريقة دي ونبدأ ناخد كارت من نص الكوتشينة ونبدأ نشوف الكارت دوت، وفي الحالة دي هي البنت الدايموند. بعد ما اخترنا الكارت دوت هنبدأ ان احنا نحط الكارت دوت في نص الكوتشينة في أي مكان بشكل عشوائي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ ندخل الكارت تمام زي ما انتوا شايفين كده يا شباب في نص الكوتشينه. بعد ما هندخل الكارت كده هنبدا ان احنا نقسم الكوتشينه كذا مره تمام، وبعد كده هنفنط الكوتشينه برضو كذا مره عشان نتاكد مع بعض ان الكارت ضاع خالص وما بقاش فيه اي فرصه ان احنا نلاقي الكارت دوت مره تانية. بعد ما عملنا كده يا شباب هنبدا ان احنا نقسم الكوتشينه بالطريقه دي مره وقسمه تانية، وهنبدا ان احنا نقسم الكوتشينه مره كمان. بعد ما هنعمل كده لو جينا فوق الكوتشينة وهزينا ايدينا كده وعملنا كده، ولو جينا فردنا الكوتشينة زي ما انتوا شايفين على الترابيزة، هنلاقي حاجة غريبة جدا. هنلاقي ان الكوتشينة كلها وشها لفوق الا كارت واحد بس هو اللي وشه مقلوب عن باقي كروت الكوتشينة. لو خدنا الكارت دوت شفناه مع بعض هنتفاجئ كلنا لما نلاقي ان الكارت دوت هو البنت الدايموند اللي انتوا اخترتوها. طيب دي الخدعة بتاعت النهاردة، خلينا نشوف شرح الخدعة مع بعض. طيب يا شباب، شرح الخدعة بتاعت النهاردة هي خدعة في منتهى السهولة. بكل بساطة احنا مثلا هنجيب الكوتشينة بالطريقة دي ونفنطها بأي طريقة احنا عايزينها. بعد ما هنفنطها هنبدأ نفردها كده ونخلي الشخص اللي هنعمل معاه الخدعة يختار أي كارت. فلنفترض مثلا يختار الكارت دوت، هنبدأ نلم الكوتشينة مرة تانية وهنخليه يشوف الكارت اللي هو اختاره. في الحالة دي هو اختار التسعة الشجر، وهو بيشوف الكارت احنا هنعمل بريك في نص الكوتشينة بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهناخد منه الكارت اللي هو اختاره اللي هو التسعة الشجر، وهنعمل نفسنا بندخله في نص الكوتشينه في مكان عشوائي، ولكن الحقيقه ان احنا بندخله عند البريك اللي احنا واخدينه. هنبدا ندخل الكارت كده تمام يا شباب، واحنا بعد ما هنزق كده جزء من الكوتشينه عشان يعمل خداع بصري ليه من قدام، هنبدا ندخله فعليا عند البريك اللي احنا واخدينه، وان احنا نفضل محافظين على البريك عند الكارت ونساوي الكوتشينه كلها مره تانية. في الحالة دي الكارت موجود هنا عند البريك. هنبدأ نقسم الكوتشينة الجزء اللي تحت كذا جزء بالطريقة دي، ونبدأ نقسم مرة تاني ونبدأ ناخد آخر جزء من عند البريك اللي احنا واخدينها بالطريقة دي عشان نتحكم في الكارت اللي هو اختاره انه يطلع ويبقى أول كارت فوق في الكوتشينة. بعد ما هنعمل كده وخلاص احنا اتحكمنا في الكارت ده ان هو يطلع يبقى أول كارت فوق في الكوتشينة، هنبدأ بقى نعمل حاجة تانية. هنبدأ ناخد بريك فوق أول كارت، هنبدأ نزق الكارت كده ونحط صباعنا الصغير تحتيه، او بطريقة تانية اسهل هنمسك اول كارت ونحط صباعنا الصغير ونحطه فوق صباعنا الصغير زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. بعد ما هنعمل بريك عند اول كارت هنبدأ نمسك الكوتشينة بايدينا دي بالطريقة دي واحنا محافظين على البريك اللي احنا واخدينه زي ما انتوا شايفين كده على الكاميرا. طيب هنعمل كده وبعد كده هنيجي الجزء اللي تحت نقسمه مرتين، اول مرة كده ونقلبه ونحطه فوق واحنا برضو لسه محافظين على البريك اللي احنا واخدينه، وهنيجي عند الجزء اللي تحت كله هناخده ونقلبه ونحطه فوق. بعد ما عملنا كده هنقسم الكوتشينة من اي مكان عشوائي في نص الكوتشينة قسمتين. القسمة دي كده بالطريقة دي هما جزئين، هنيجي نقسم الكوتشينة بالطريقة دي من اي حتة ونبدأ نحط الجزء دوت فوق. بالطريقه دي يا شباب احنا كده خلاص خلصنا الخدعه تقريبا. ظاهر ناقص بس اخر جزئيه اللي احنا هنظهر بيها الكارت اللي الشخص اختاره. طب هنعمل ده ازاي؟ هنيجي بكل بساطه بعد ما قسمنا الكوتشينه هنبدا نفرجه عليها بالطريقه دي، او لو في ترابيزه ونفردها قدامه على الترابيزه بالطريقه دي ونقول له ان في حاجه غريبه حصلت في الكوتشينه، ان كل الكروت وشها لفوق الا كارت واحد بس وهو وشه عكس كل الكروت التانية بالطريقه دي. ولو جينا وشفنا الكارت دوت هنلاقيه ان هو التسعة الشجر اللي هو اختاره بالفعل. دي كده يا شباب كانت شرح الخدعة بتاعت النهاردة. خدعة في منتهى السهولة، خدعة حلوة جدا وسهلة جدا وممكن اي حد يعملها بمنتهى السهولة. لو الخدعة دي عجبتك والفيديو ده عجبك يا ريت تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك على الفيديو وتنزل تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. كمان ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات وتطلب مني خدعة انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جاية. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الخدعة تكون عجبتكم. شكرا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.